يتحقق الرجاء، رجاء ساكنة مراكش التي طال انتظارها لمعانقة لقب ينسيها سنوات الجفاء. النادي الذي سار في دروب قاحلة تغير حاله بعد الصعود، هيكلة إدارية وتقنية مكنته من الصمود أمام أعتى الأزمات، إلا أن الرؤية تختلف لدى الطاقم الفني بقيادة هشام الدمعي الذي يظل أكثر موضوعية في التعامل مع وضعية الكوكب كواحد من النوادي المرشحة للتنافس على لقب الدوري الاحترافية. كل فريق عنده واحد من طبيعة الحال عنده مرجعية تاريخية وجماهيرية. بالنسبة للكوكب نورمالمون كان أنه خصو في يعني لما تيتواجد في هذه المرتبة كان لزاما عليه أنه يلعب من البطولة، ولكن تنعرفوا أنه الفريق مر من ظروف خاصة. يلفو سويفر التاريخ القريب ماشي التاريخ ككل، أنه الفريق يعني عانى من أزمات مادية كثيرة، وجو كروك الطريقة فاش ولا الاتجاه اللي خدا الفريق، فالهدف الأساسي عندنا هو ما نطيحوش في نفس الأخطاء اللي طحنا فيها في الماضي. ما إن تسربت معلومات عن مفاوضات وصفت بالجدية لانتقال الحارس عبد العالم حمدي إلى الوداد، حتى تارت حفيظة فئة عريضة من المناصرين فكرة التخلي عن واحد من ركائز الفريق في منتصف الطريق لم يتقبلها العقل والمنطق معا لدى المتيمين بعشق الفريق، قبل أن يتم تدارك الموقف دون وضع حد لتبعاته. الموقف ديالنا كان واضح وصريح، انه في تحليلا وبناء على الظروف اللي احنا فيها ولا كما قلت الاتجاه اللي غاديين فيه، فالموقف ديالنا كان واضح، هو انه لا يمكن التخلي على الحارس في هذا الوقت هذا. مالوروزمون هذه فتره الانتقالات شويه سي اون موفيز ايدي، سي اون موفيز تراديسيون، انه احنا الحمد لله منذ سنتين لا في القسم الوطني الثاني انتدبنا فقط لاعب. السنه الماضيه كانوا عندنا انتدبنا لاعبين في اخر لحظه، يعني جانا انتقال تاع اللاعب جيفرسون. اللاعب ملي كتكون الهضره عليه بزاف بانه غينتقل واحد الفريق، يقدر التركيز ديالو كيتشتت من غير اللاعب اللي تتكون عنده واحد الشخصيه، ولانه كيبقى مركز على التدريب ديالو وعلى الفريق ديالو. الكوكب المراكشي تخطى إخفاقاته وصح وضعيته في ترتيب الدوري، مواجهة أولمبيك أسفي في ختام جولات الذهاب. نتائج قد تضع الفريق بطلا لخريف فخري، روح المسؤولية لدى اللاعبين ترشح كفة فرسان النخيل للتوقيع على موسم استثنائي. الكل كيعرف النديه ديال المقابله ديال اسفي مع مراكش كتطبع واحد النديه ديال الجمهور ولا ديال اللاعبين. كنتمنى من الله نستعد ما فيه الكفايه كما جميع المقابلات، ونحاولوا ناخذوا لو ماكسيموم دو بوين. سهل الله في الرباح، نتمناو من الله باش نختموا هذا لا فازالي بهاد بون فيكتوار ان شاء الله. لم يعد للمراكشيين إلا مسيرة ركب الزعامة، كيف لا وهم من تذوقوا شهد البطولات في زمن ولا، إلا أن الحنين إليها لم تغب شمسه عن نخيل مراكش بعد. من جهة